اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين. عندنا 3 كاسة بتاع الطحين، طحين متعدد الاستخدامات. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء. دي الكاسة الثالثة من الطحين اللي هي عندنا حجم بيتزا متوسطة اللي هي 3 كاسة. عندنا ملعقة خميرة وملعقة سكر وملعقة حليب بودرة وربع ملعقة ملح. نخلطهم مع بعض ونضيف لهم 3 ملاعق من زيت الزيتون أو أي زيت طعام موجود في المطبخ. بيتزا سهلة وبسيطة. من 3 ل 4 ملاعق من الزيت. ما تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية والاستغفار في كل وقت وفي كل حين بعون الله. من كاسة ونص من الموية أو الحليب. لو عندك حليب ممكن تعمليها بالحليب، لكن هي بيتزا اقتصادية نعملها بالموية. إذا عايزاها كمية كبيرة تطاح في المقادير ممكن تعجنيها في عجانة، لأن المقادير بسيطة والبيتزا متوسطة وما بتحتاج لعجانة. تتخمر مدة نص ساعة أو أكتر على حسب. ونضاعف حجم العجينة. خلاص نحن بنبدأ في فرد العجينة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. للسمك المطلوب للعجينة لفرد العجينة عندنا هنا موزاريلا، عندنا هنا الصوص جاهز أو الصلصة جاهزة اللي هي حبتين طماطمة متوسطة وحبة بصل صغير وفصين توم، 3 ملعقة زيت زيتون أو زيت طعام. نخلطهم في الخلاط ونحطهم في النار لمدة 5 دقايق لحد ما يتسبكوا. بيطلع معانا صوص ممتاز مرة. نحطها في الفرن لمدة ربع ساعة مع المراقبة، من ربع ساعة لثلث ساعة مع المراقبة. ندور حرارة الفرن. في البداية بنعمل 250، لما نيجي ندخل الصينية بنخليه في درجة حرارة 200. البيتزا دايما بيحتاج لنار عالية. وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صلوا على رسول الله في كل وقت وفي كل حين. مع ألف سلامة. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد.